نعم. 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 صحتين نواف. بس صحتين أكتر أبو زوز. إيه، أبو زوز. 100 صحة وعنا، تعيشوا وتاكلوا غيرها. أبو زوز ليك ما تزعل إذا كان المنتور تبعك الاستيز مستاء، لأنه حزب علوشتي ما بقي على كلمته، فما تزعل إذا كان معلمك نبيه بري كان مستاء هيك مزعوج. برافو يا شاطرين. أبو الزوز يا أبو الزوز رجل قوي. ايه. نواف، كيفك انت؟ ملا انت شو خيي؟ معلمين الخمسة، بركي خمسة هون وخمسة هون على نيعك. صحتين. باليونان عنا جملة منقولها ناسويني توباثيما ماثيما، يعني اللي صار فيك يكون درس إلك. طقولك حنكك، طقولك حنكك. طب هلأ شو بدكم تخبرونا؟ أبو الزوز ونونو، رجعنا لأبو زوز ونونو. ساعة بتكونوا أبو الزوز ونونو، ساعة بتصيروا جوزيف ونواف، هلا رجعتوا أبو الزوز ونونو. هاي المرة بس كتير كتير صعبة ترجعوا لجوزيف ونواف. هيدي صعبة كتير صارت هلأ، يعني رح تضلكن أبو الزوز ونونو. ببساطة قصة منطق، إذا يحطوا صورة على صخرة ما قدرتوا توقفوها، ممكن تكونوا غشيتوا، ممكن يكون غشكن الاستيز. هاي أضرب، يعني مساطيل هبل جديب، يعني عم بيضحك عليكم نبيه بري. طيب شو هلا، شو راح تخبرنا يا نواف بكرة وقت تطلع بدك تحكي بشي إطلالة؟ هلا أبو الزوز بنيويورك مشغول، تنقول عذره معه بعيد عن الجو، مش عارف شو عم بيصير. انت يا نونو شو الخبرية؟ امبارح كنا عم نمدح فيك انك حكيت كلام خليك تبين زلمة، اليوم سبحان اللي بيغير وما بيتغير، يعني من هون 180 درجة. شو القصة؟ لايكو. بمختصر مفيد، بتستاهلوها. ليه بتستاهلوها؟ لأنه أنا بعتقد إنه مع كل ذكاك وعلمك يا نونو طلعت أهبل. إيه طلعت أهبل، لأنه حطيت ثقتك شكلك بمحل غلط. أبو الزوز بعيد عن الجو، هلا مشغول عم بيعملنا هونيك خطابات تعرفوا من وقت طلع لهلا خطابات وخطابات وخطابات وخطابات، بعدنا بالخطابات. هون هلا بدنا نشوف من بعد ما آه عفوا الخزمتجي وفيق صفا نزل على الروشة وتحداكن علنا، طاق انت بتاع من قفا ايده عمالكن خلقتكن. واحد مجرم ارهابي، اوكي، بيهدد القضاة وبعده عم بيقصدر على الروشة، بكل معنى الكلمة عم بيقصدر على الروشة. والله ما بعرف، انا بعتقد انه مثل ما بالكرة الارضية كلها عم بتغير تفسير الكلمات، اللكسيكولوج يعني القاموس عم بيغيروا معاني الكلمات، شكلها كلمة الرجولية تغير معناها كمان. ما بعرف، انا ناطر نواف يطلع علينا بكره بعد بكره بعد سنه سنتين، وقت يكون له عين يطلع علينا ويحكي شوف شو بده يخبرنا. نصيحة، إذا ولا بد بالغلط في ممكن 1% أمل إنك تعمل شي اعمله قبل ما تطل،
مش تطل تقلنا بدي اعمل، لا، ما تحكي، ما تبين، ما تفرجينا خلقتك. اذا في شيء فيك تعمله بدك تعمله اعمله، لو شو ما كلف الامر، لو شو ما كلف الامر، لانه هاي رح تكلف كل شيء. اذا ما عملت اعمل اللي فيك تعمله، اذا بتعتقد فيك تعمل شيء، وما تفرجينا صورة خلقتك. من بعد ما تعمل طل علينا قلنا ها انا غلطت يا خيي وسقت فيهم طلعوا كذابين. يعني هاي ماشي جديد، ما بحياتهم قالوا كلمة بقيوا عليها، وهاي كمان اخر مرة. وعملت اللي مفروض اعمله، بتكون عملت شيء. هلا شو هالشيء ما بعرف. بالنسبة للعلاليش، توس فوز افي غانيي ليكول دي فان، كلكم ربحتوا، برافو. حطيتوا صورة الفطايس تبعيتكم، برافو عليكم، شطورين. لا انا بعترف لكم فيها جد، بعترف لكم انه بعدكم كذابين، محتالين، ارهابيين، هالصفات الحلوة كلها فيكم، بعدكم مثل ما كنتوا. انا على طول بقلكم شغلوا على الاسفنجة، ابدكنش انتو شيعة لبنان جبناء. برجع لها لقصة قايلكم اياها، شيعة لبنان انتو جماعة جبناء، جبناء، وما راح تصيروا رجال. انتو اخدين الرجولية طيق وليكو نفخوا، هاي مش رجولية، وما راح تتعلموا، راح تضلكن بهايم. برافو نواف، سوري بعتذر عم بهينك، برافو نونو وبرافو ابو الزوج، لنرى هلا شو